فيديو تفاصيل الاونلاين سيستم بتاع دكتور جوزيف عادل. النجاح للطالب علشان يتقبل معانا كطالب اونلاين هي مش زريبه، هي بيترمي عليها الطلبه كده، والكلمه دي لازم نمحيها يا اولاد لان اثبتت هي سبب ضياع طلاب ثانويه عامه في الاونلاين. برحب بشباب ثانويه عامه، اهلا وسهلا بيكم مع دكتور جوزيف عادل. ازيكم يا وحوش؟ يا رب تكونوا بخير وافضل صحه وافضل حال. اخيرا بقى جه ميعاد دفعه 2027، الدفعه اللي ختمها نظام الثانويه العامه القديم. طبعا يا اولاد احنا ابتدينا نتكلم معاكم على مدار الاسبوع على نظامنا عامه طول السنه، وهذا الفيديو فيديو في منتهى الخطوره والاهميه لكل طلبه الجمهوريه، وبالذات فيديو تفاصيل الاونلاين سيستم بتاع دكتور جوزيف عادل. طبعا انتوا عارفين نظام الاونلاين بتاعنا بقى، يعني ده حدث ولا حرج، ده ها كله بيجيب ريت شعلة. احنا ان شاء الله يا اولاد هنتكلم معاكم بتفاصيل، مش هنسيب اي سؤال في ذهنك الا واحنا مجاوبين عليه. فمعلش لو الفيديو طويل شويتين ثلاثه ما ابتديناش بقى صياح من الحصص، لكن انتوا عندكم كم من الاسئله بصراحه مرعب اكتر من المنهج. اولا زي ما قلنا كده، احنا ان شاء الله الدفعه دي هنعمل لها اسم كده، حركه كده في الحنبله منه كده في الهكس. فطبعا دفعه هيش على ما فيش، هنقعد بقى نتكلم والحماسه والزو وهنكسر الدنيا وما بعد 2026 وامتحان الذبح وامتحان الموت. بعد كده ابيض. احنا مش عايزينها بقى ايه ابيض. عشان كده هذا العام هيكون مميز جدا 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 في كافه الانظمه، لان طبعا التيتشر والمدرس اللي مش بيطور من شغله بناء عن الابديتس اللي بتحصل كل سنه لاغي. طبعا انتوا عارفين 26 اخذت مجال كبير قوي من الكلام وخوفتكم ورعبتكم واحبطتكم والكلام المقرف ده. انا بالنسبه لي عندما ياتي بقى التحدي ألعلع وزيع اكتر واكتر، يعني دي حاجه تحفز على الشغل اكتر واكتر. ففكك من اي بني ادم بقى بيتكلم، كل واحد ليه قصته، كل واحد ليه حياته. خلصنا، انت بقى بتبني مستقبلك، وبنسعى وبنتوسم ان شاء الله الدنيا تبقى كويسه. مع ان انا سكه ودغري، الذكر الوحيد اللي يقدر يقولها لك من اول يوم، هذا العام الامتحانات مكيفه من اول يوم. انا بقولها اهو، وبناء عليه احنا لا تاخرنا عليك في تفاصيل ولا اتكلمنا بقى اي كلمتين همبكه. لازم نتأنى، نعرف هنقدم ايه من اول يوم، جاهزين. بص مش هسيب حاجه، انت ربنا يعينك على الشغل. طيب بص بقى يا اولاد كده، اول حاجه احنا همشي لك بوينتس بالراحه عشان تكون ذهنك معايا كده ومصحصح وركز قوي بقى. 1، احنا النظام الاونلاين بتاعنا يا دكتور هنشتغل الحصص نازله فين؟ الاجابه الحصص كلها هتكون نازله على منصتنا فقط لا غير. واخد بالك من دي؟ فقط لا غير، اللي هي طبعا هنسيب لك اللينك بتاعها drjosephadel.com في الديسكريبشن والكومنتس في اي مكان انت بتشوفنا فيه. تمام؟ حلو قوي. ده اول نقطه. النقطه الثانيه، احنا هيكون نظام الحصه بقى ومواعيدنا ايه بقى دكتوره، وطالبين من حضرتك، انا بسمع كويس قوي على فكره، يعني انتوا بتشوفوني دايما نطط لكم في الكومنتس ومعاكم في كل المنصات، مش اللي هو ايه ما بيظهرش ده، انت عارف النجم اللي ما بيظهرش، لا انا في الشارع. فطبعا انا شفت الناس كتير بتطالب بنظام حصه واضح معقول نقدر نستحمله، وخاصه حضرتك عارف ان احنا جيل هيش على ما فيش، فعايزين نشتغل بس الدنيا تبقى مرتبه علشان نمنع الآفة المميته في نظام الاونلاين، اللي هو الكلمه اللي انتوا بقيتوا فرحانين بيها قوي واللي واخدينها ترند واللي كل واحد بيجيب لي ريتش بيها، انا مراكم اول، اصلا انا الباشا، وكأن انت فخور بنفسك، يعني عملت انجاز، بنيت لها، يعني بنيت حاجه في الساحل تقريبا. فالكلمه دي لازم نمحيها يا اولاد لان اثبتت هي سبب ضياع طلاب ثانويه عامه في الاونلاين. وبناء عليه هنشتغل ازاي؟ 1، هيبقى فيه حصتين في الاسبوع، اتقل ما تقعدش تصوصو، اسمع، مش هيبقى محتويين جداد، اسمع التنظيم بقى. لا طيب، الحصه الاولانيه السبت من كل اسبوع، عيد السبت من كل اسبوع هيكون نازل لك حصه الشرح كامله.
الشرح يا اولاد بقى احنا بنقسمه لبارتات، يعني انا ما بحبش اعمل فيديو واحد ارزع 200 دشليار الساعه دي وهنتكلم فيها بعدين وبس، يعني هقول لكم الدنيا هتمشي ازاي واجري. لا انا بحب اقسمها توبكس، يعني ولنفترض مثلا اول حصه هنتكلم على البيريودك تيبل، ففي انترودكشن بارت، بعد كده عايز اتكلم على تريكات بيريودك تيبل بارت، بعد كده دخلنا على حاجه اسمها uses of the first transition series elements هقسمها. فالتقسيمه ما تخضكش عشان بس احرق عليك الفيديوهات اللي انت تعملها على قفايا، اللي هو ايه بقى، دعاء السفر ودعاء بقى واحنا طالعين الاسانسير، تفضل تسكرول بص منزل كام بارت. حبيبي انا اللي بقسم لك الحصه، يعني انا بقى افضل اقسمها توبكس بسيطه، يعني الموضوع مش جنوني ولا ان احنا نرزع وان شوت. يعني نزل الشرح نزل. ايه بقى تاني بقى جديد ومميز جدا لدفعه 2027 بعد النجاح الكاسح؟ واقولها انا راجل دغري، لما اقول كاسح يبقى كاسح، لا موفق لا موفق، هنا نجاح كاسح فكره وتطبيق. الفكره دي يا اولاد احنا عملناها مع الطلبه في المراجعات النهائيه 26 واسالوا الدفعه بقى جامد قوي، وعملناها في ليالي الامتحان الاسطوريه على اليوتيوب تقدر تطلع. الطالب سمع الشرح جامد قوي، ومشكله الكيمستري يا اولاد انتوا بتفهموها من كل حد سكه ودغري، انك تيجي حضرتك تطبق وتحل بلش ما بنلاقيش حد. كأن بقى حضرتك محتاجين نفهمك ونعمل معاك بقى ايه كورس انجلش، بعد كده السؤال عاوز ايه كيمستري، بعد كده نحل ازاي، يعني خطوات كتير قوي. فكره وتطبيق بتعمل ايه؟ سمعنا الشرح الجامد، فهمنا النقط، دلوقتي جه ميعادنا بقى، هو انا هتسال عليها ازاي؟ انا عايزها ايدياز، عايزها كونسبتس، اديني افكار وطبق لي عليها على طول. بمعنى اكزامبل بسيط علمي، يعني لو في البريودك تيبل هنتكلم على حاجه اسمها جروب 8، جروب 8 كده ليها شويه منكش كده وشويه حوارات، عايز احط لك الفكره بتاعتها واروح مطبق لك عليها، بحيث انت كده استوعبت الشرح، عرفت الفكره بتيجي ازاي، حليت عليها بدل السؤال على الاقل 5، على الاقل انا لسه بسخن، على الاقل 5 ايوه اسئله وزاريه واسئله مصادر واسئله التفكير بتاعتنا المعقده المركبه اللي كل شتمها ما انت مش متابع، انا بقى جاي اتكلم صح، مش معقد وبيشتغل قد ايه وربنا يبارك له، ده ما عندوش حاجه في حياته غير الشغل. ما هي دي اللي جت 26 صح ولا انا غلطان؟ واعتقد كلكم شفتوا الفيديو يعني الفايرال اللي اتكلمنا فيه بكافه يعني التفاصيل الممكنه وحللنا فيه الامتحان. انا اكاد اجزم ان الفكره دي هتبقى فيري ترندي مع دفعتكم بصراحه، حته فكره وتطبيق. حلو الكلام ده، كده محتوى ايه يوم السبت. طيب دن بعد كده نيجي المحتوى الحصه الثانيه اللي هي ليها علاقه بالحصه الاولانيه بتاعت السبت، هتكون كل يوم 2 من كل اسبوع، يبقى احنا شغلنا سبت واثنين. ايه بقى الاثنين ده؟ هي بقى الكريزه والزبد والسر الخلطه اللي هو محدش برضه حتى اذا اراد ان يتعلم، لان كلنا بنتعلم من بعض، حاول يعملها بتقلش. انت عارف الكلام ده ومجربه من تانية ثانوي صح؟ الكلاس شيت والهومورك. الكلاس شيت ده بقى هو الكنز. بص يا ابني، انا اي حد، انا بقول سكه ودغري عشان اعلم كل شيء هيحدث هذا العام، وانت عارف اللي احنا بنقوله، ما التزمتش في حته فكره وتطبيق بتاعت السبت والكلاس شيت بالذات بتاع يوم الاثنين، ما تكلمنيش بقى على درجات وبقى حلمي ضاع واصل سلمت مش عارف ايه لا مؤاخذه والكلام ده مش عندي. الاثنين دول انا شايف هم سر تفوق اي طالب ان يجيب درجات. الكلاس شيت ده حبيب قلبي اقل حاجه في الحصه، يعني لما اكون انا قاعد عايز اهرج 80، بعض الحصص التقيله المهمه ذو درجات عاليه اخر السنه يصل ل 120، ده الرينج بتاعنا، لن يقل 80 ولن يزيد عن 120. عملنا ايه في الكلاس شيت؟ بنعلم حضرتك تحل ازاي. فواحد همبقه يطلع يقول لك ما انت عملتها بفكره وتطبيق، لا ده قلت لك فكره وتطبيق، عايزه بدل ما اعمل لك الفكره التقليديه الحمضانه اللي هي السمري، لا انا عايز اجدد بصراحه. سمري ايه وجع دماغي؟ هتقعد تسمع شرح، ما انت عارف اللي عمال يسمع شرح هو جاب درجه ولا تذاكر مجاني لحبايب الدور الثاني سنتر واونلاين. فاحنا خلينا نلعبها صح بقى يا ولا، نبدا نعرفك ونلخص لك الحصه فكره وتطبيق، نيجي في الكلاس شيت كل الافكار تتخيلها ما تتخيلهاش، مجمعه من كل حاجه.
وده بقى ردا على السؤال اللي هو المضحك بصراحه بالنسبه لي يا جماعه، بس انا عاذركم لان انتوا اتخضيتوا من 26 وما حدث يعني. هو شغل الدكتور كفايه؟ ربنا يعينك عليا يا ابني، بجد مش هتحتاج تتجوز عليا خالص يعني. ما بص، هندلعك وهنفرحك يعني نبسطك ونعمل لك كل حاجه، انت بس ربنا يعينك عليا. ليه؟ لان لما بنعد الاسئله احنا مرتضى منصور المدرسين بنفرز كل حاجه قصادي. ايه بقى؟ صلى الله يشفع فيك. خش واحد: معاصرك، تفوقك، ايزوهك، هايزنبرج، حاجات انت ما سمعتش عنها اصلا، صح؟ كتب الكيمياء العربي القويه جدا 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 وترجمتها، اسئله ثانويه عامه سنين سابقه، جميع الاسترشاديات دون حذف دون تكرار. طب انت عايز ايه تاني؟ لما يكون في على المكتب بتاعنا حوالي من 8 ل 9 كتب، الى جانب بنك اسئله وزاريه ضخم للغايه، ضخم للغايه. انت عايز تحل من ايه؟ انت مجتهد عايز تجيب كتاب خارجي، ربنا معاك يا حبيبي، بس شوف هتروح تبيعه بقى بكام؟ اصل ما كتبتش فيه حاجه. طب على ايه يا جماعه؟ مش مستاهل. هل انا هبقى متضايق لو حد جاب كتاب وكتابين؟ يا باشا ده انت تتعين من تيم الاجلاء، ده انت تعالى معانا وانت طالب اشتغل معانا مدرس، ده انت مفخره. بس حضرتك بتروح ملبسني التهمه، شغل جوزيف عادل قد كده. ايوه حبيبي، انا مالي ان انت حضرتك كمان جبت 2 كتاب خارجي بتلبسها لي ليه؟ فانا بقول لك يا ابني ربنا يعينك عليا وانا موفر لك كل حاجه. عايز تجيب حاجه اكسترا مع نفسك. شوف، اكيد انا بشجعك. عملنا كلاس شيت ودربتك وبحل معاك. دكتور هو ده انا احله بعد كده اتفرج عليه؟ ما ده 30 من 60 اللي ما سمعوش كلامي وانا بطلع اصرخ. كلاس شيت حضرتك تسلم لي نفسك واوضتك مقفوله، سماعاتك في ودنك، انا وانت وبس. ليه؟ علشان لو سيبنا حضرتك تفكر مع نفسك وتجرب تحل مع نفسك بتثبت كل الغلط يا حبيب قلبي. ليه؟ انت واحد لسه بتلين في الدرس، ما نزلش على طول العب الماتش يا جماعه، في حاجه اسمها تسخين. ده هو التسخين بتاعنا. فتسيبني اعلمك ازاي يا حبيب قلبي تحل. عايز بقى تحل لوحدك وتورينا بقى الباي والتراي والحركات والحلاوه؟ حلو قوي. عندك الكارثه العظمى اللي اسمها الهوم ورك، ودي بقى بتطلع كل قدراتك وكل امكانياتك. بتحل واجبك، بتسلمه على المنصه كامل، تمام. الناس اللي طلبت بقى لا اصل مش عارف دول كام سؤال يا دكتور، يعني ربنا يديك الصحه 150 ده اقل حاجه، اكتر حاجه في بعض الدروس 300. انا بكلمك كخطه سنه مش على دروس معينه. هنسلم هنسلم. لا مش عجبانا، شوف مدرس تاني، ده اللي عندي. ايه اللي مش عاجباك؟ لا احنا عايزين نبدا سخنه يا ولا. يا باشا انت ملزمتك اهي، هم كانوا الناس بتديرها غلط، ملزمتك اهي. فكرت في سؤالك صح يا عم ياسين؟ تمام. ملزمه ايه؟ تكتب حليت دي 1A، مصيته قصادك. ما انتوا بتفتحوا 200 شاشه يا جدعان. 1A حليت سؤال رقم 2 C 2C، بس شغال اهو بيجوز، شغال بكل اعضائك زي ما انا بقول كده، كل حاجه تشتغل بيها. خلصت اسجل، خلصت اسجل، صدمت، طلعت الدرجه، طلعت التصحيح. في اجمل من كده؟ درجه تبعت طبعا لولي الامر ونعمل الفضايح واللي. خلصت وسلمت الواجب، دلوقتي اتابع بقى اخطائي ازاي؟ هنعمل لك خدمتين حلوين جدا بناء على يعني طلبات زوفه. طبعا في الفيديو بتاع الواجب بنحلل لك كل حاجه وكاننا بنحل، يعني بقعد بقى مزمز كده، او احنا برضو من الساده الاجلاء نقعد نمزمز على الايباد، نصور دنيتنا تبقى تمام. الحاجه اللي انتوا طلبتوها جامد قوي، ممكن يا دكتور PDF ديتيلد انسرز؟ احنا السنه لما بتضغط مش هنقدر نلاحق، حصل وده مطلب فعلا، تمام. فانا معاك طالما المطلب هيفيد ويبنينا ونطلع لقدام، انا غير كده لاغي 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 حتى لو اتضايقت. فهينزل PDF ديتيلد لكل سؤال، بنقول لك A is correct because، B is wrong because، C is wrong because، D is wrong because، شرح تفصيل. انت بقى في الواجب هتشوف فيديوهات عشان لما تعدوا عليا عدد الساعات يا ولا، ما انا عارف الحلنبس مش عاتق حد، اوعى. ده مالكش دعوه بعدد ساعاته لانك مش مطالب بيه، دي خدمه اكسترا بقدمها لك. انت بتشوف السؤال الغلط، واي حد هيتفرج على فيديو الواجب كامل بالنسبه لجوزيف عادل بعد المدعكه اللي عملتها فكره وتطبيق وكلاس شيت، بصراحه ده ولي الامر تضييع للوقت. فالحق ابنك بقى من الاول كده، الحق ابنك يعني والبنوته يعني. وصلت؟ سبت شرح فكره وتطبيق، 2 كلاس شيت
تسليم واجب، والهوم ورك ديتيلد PDF زائد فيديو تصوير لكل سؤال. واضح كده النظام والدنيا؟ اعتقد انا وضحت لك يعني اكتر من الحصه يعني. 100 فل و10. طيب نيجي للسؤال مهم بقى. طبعا يا دكتوره الحصص بقى مفتوحه بالزوفه زي تانية ثانوي، وهتبقى لغايه ما نخش التربه، صح؟ لاغي. ليه بقى؟ لان اولا لما عملنا ده، وده نظامنا طول الاعوام السابقه، بصراحه سكه ودغري يعني، الناس فضلت تراكم غير عادي. ليه؟ اصل عارف لما انت دايما ضامن الحاجه معاك، فانت مش عارف قيمه النعمه. ده 1. 2، بتكسل انك تستغل هذه النعمه. 3، بتقعد تماطل في خطط وجداول همبكه. وبناء عليه الحصه بتاعه يوم السبت شرح وفكره وتطبيق هتكون الصلاحيه بتاعتها 10 ايام فقط من ادخال الكود. ونيجي للهبل بقى. بص الكومنتات المقرفه. طيب دكتور، هو انا اول ما اشتري من السنتر واخد الكود في ايدي احطه في المحفظه لا مؤاخذه، ماله كده اتعدى عليا ال10 ايام؟ لا، اكيد من ساعه ادخال الكود على المنصه يا حبايبي. حضرتك هتدخل الكود على الحصه، عد عداد معاك كام يوم يابا؟ برافو عليك، 10 ايام. قفلت، لغي. هتضطر بقى الخطوات الحمضانه يا جماعه. هنبعت بقى للدعم وهنبلغكم على الارقام وكل حاجه يعني. هتقول معلش الحصه قفلت عليا، افتحوها لي. هنركنك على الرف سكه ودغري لغايه ما نكلم ولي امر. كلمنا ولي الامر. يا ولي الامر، ابن حضرتك 1 2 3. ولي الامر عايز يشيل الشيله. معلش يا ابني سامحه، العيال لسه بتلين كده بتبدا. حاضر، هنفتحها لك كده، ممكن نمدها لك يوم بحد اقصى. هتقعد بقى معتاد على البوينت دي؟ لا يا حبيب قلبي، ليها ليميت معين وبعد كده هيبقى لاغي، واحنا هنكون مسجلين على سيستم، مش هدخلك في الاداريات يعني. طب يا دكتور معلش، وبتاعت يوم الاثنين حل الاسئله؟ لا بصراحه حل الاسئله ما ينفعش تتقفل يا جماعه. اهو شايف انا عقلاني ازاي؟ ليه؟ لان ناس كتير بتحب ترجع لاسئله كانت، انا عارف انا حاطط ايه في الملزمه، تقيله ومعقده، نسيوا الشرح، نسيوا يكتبوا النوتس جنب السؤال. فانت من حقك للبارتيشن بتاع كلاس شيت اند هوم ورك، لا دي مفتوحه طول السنه يا حبيب قلبي، ترجع لها في اي وقت. وطبعا لما يكون مثلا في امتحان شامل، امتحانات مش عارف قربنا مراجعات نهائيه بلا بلا بلا، لا اكيد احنا يعني نروق عليك ونفتح لك حصص الشرح التاني. لما يكون في موسم معين بنجهز لشامل فتحنا لك كله، بنجهز لمراجعات نهائيه فتحنا لك كله، اجازه نص السنه عايز اراجع فتحنا لك كله. لكن انضباط، انا ضد المراكمه هذا العام. فهيبقى في وش غير جوزيف عادل اللايت والكلام ده كله في الشغل، وش تاني. بما ان انا اعلم ما سيحدث يبقى لازم اكون قدها من اول يوم. واصله؟ طيب حته الكلاس شيت والواجب يا اولاد، الكودز بتاعتها هنعمل حاجه مختلفه هذا العام. علشان افتح حصه الكلاس شيت والواجب هيكون الكودز بتاعتها في نهايه ملزمه الكلاس شيت والواجب. يعني لما نيجي اخر الملزمه هيبقى في، ما نفترض مثلا اديك اكزامبل، شابتر 1 كام حصه؟ 5 حصص. حلو، هيبقى مكتوب لك كام كود؟ 5. طالما معاك الكتاب ما انت هتشتغل معايا، يعني شغال بكتبي. انا اسف يا جماعه، اصل انا هسمع منه شرح. لا، عندك اليوتيوب ما تلزمنيش بصراحه. اللي شغال معايا يبقى شغالين كلنا بادوات واحده يا جماعه. انا عمري ما شفت مدير فني ولاعيبه كل لعيب بيعمل الاستراتيجي والتكتيك اللي هو عاوزه. لا، انت دورك كده وهنشتغل كده، والسبوره اهي كده، يبقى كده. طالما اخترت جوزيف عادل باكج، فالاكواد هتبقى اكواد كلاس شيت اند هوم ورك اونلي. 5 اكواد في ظهر الملزمه بتاعت الكلاس شيت والواجب. تدخل كود للحصه الاولانيه، كود للثانيه، وان يوز يالا، عشان انا عارف تو بيع على قفايا. تمام، وانس دخلت الكود يا معلم خلاص ما ينفعش حد تاني يقدر يستخدمه. طب واكواد الحصص يا دكتور؟ عندك بقى حضرتك تقدر تشتريها من السناتر بتاعتنا، هننزل لك PDF واللازم منه، المنافذ بتاعتنا، ومن خلال الدفع الالكتروني على المنصه بتاعتنا. حلو الكلام. اي طريقه تسهل عليك احنا بنوفر لك كل حاجه. سنتر، منافسك، بعد عني ومش قادر انزل، منصتك، تشحن المحفظه، دن، خلصت. 100 100 100 100. حلو قوي.
ده كده البوينتس بتاعت الحصص والكلام ده كله. طالما انت داخل نفخ بقى يا دكتوره ورزع، ايه الخدمات اللي انت هتقدمها؟ ما هو لازم يكون بقى حضرتك بتقدم تولز قويه علشان نقدر نشتغل بهذا الجرم، صح ولا لاغي؟ هو الحقيقه بصراحه صح الصح. يعني هذا العام احنا طورنا في حاجات كتير قوي من اللي انتوا كنتوا بتبعتوه وانتوا طلبه معانا. طبعا الدفعه دي كانت ملعلعه في تانية، بس انا عارف في تالتة يعني دي يا رب، بس ان شاء الله هتعملوا اداء حلو. اتكلمتوا في حاجات كتير جدا، نزلنا بوست على الكوميونتي قلنا اسال الدكتور، كتبتوا كلام انا عاجبني جدا. انا احب الدغري، طالما بتتكلم بادب باحترام بس بتتكلم كده ستريت فورورد وما بتتكسفش، انا معاك. كان اقعد اطبل مش بتاعي. فعرفنا ان كان في شويه حاجات نفسكم تطوروها وتبقى خدمات موجوده بجد. فبناء عليه الخدمات اللي هتقدم لطالب الاونلاين: واحد، تكنيكال تيم، الدعم الفني للمنصه. انتوا قلتوا فيه كومنتس كتير، احنا طورنا فيه شويه حاجات وجاري التطوير يا اولاد. خلي بالك عشان لو اي بروجكت لحياتك قدام، في حاجه اسمها لونش فيز، تيستنج فيز، ونطلع ونطور ونابجريد مع بعض. بس كتيستنج هيعجبك وهيبقى لونش ملبن، تقدر تبعت له لاي مشاكل تقنيه بتقابلك في المنصه. الناس اللي هتستظرف بقى تبعت سؤال علمي، بنبلك زرار الاوتو بلوك عنيف في السنه دي. اي استظراف سؤال علمي، طيب بلوك تليجرام الدعم، بلوك اكونت منصه، بلوك سنتر، بلوك حياتي، بلوك كوميونتي. هتعرف استخدام كل حاجه، انا معاك. مش عايزين عبط بقى يا جماعه. طب اصل انا عندي مشكله نفسيه، هنعملها ايه مع الدعم؟ لاغي. يبقى ده لكل مشاكل المنصه. حصه مش بتفتح، فيديو هنج، مش عارفه اشتري، بلا بلا بلا، كل ما يخص المنصه. وده تيم محترم هنبلغك بيه المواعيد. بس هو تقريبا احنا هنكفر اليوم كله يا اولاد، من 10 الصبح تقريبا لغايه 1 الفجر. اعمل ايه تاني؟ يعني قول لي اعمل ايه تاني؟ لا يا دكتور عايزين بقى في الفجر علشان احنا بنذاكر الفجر. شوف مدرس تاني. تاني تيم، ساينتفك تيم، اجلاء 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 بما تحمله الكلمه من معنى. طبعا الفيدباك بتاعكم كان تحفه على التيم اللي كان معاكم في تانية، انتوا شفتوا. واشكركم ان انتوا يعني بتشكروا الناس وبتدي كل واحد حقه. كان تيم محترم جدا جدا ومكمل معاكم، وكمان في الاحسن واحسن للردود على كل اسئلتك. بس يا جماعه بيحصل ابيوز رهيب علشان برضو الخناقات اللي ما بيننا. يعني حضرتك تخيل انا يعني من الاجلاء ساينتفك تيم، وحضرتك رحت استلوحت وبعت لي 50 سؤال من الكلاس شيت، وتكتب الكلمه المستفزه. ممكن شرح؟ لا، ممكن بلوك. ده اللي عندي. امال انا قاعد بعمل ايه؟ امال احنا بنشرح في ايه؟ فبعد اذنكم الابيوز، الشعب ده عنده ابيوز صعب قوي يعني، ما علينا مش وقته. الابيوز من الحاجه، لا يا جماعه. انا اعرف ان لما يكون في بتاع 80 سؤال 100 سؤال، يعرف ان هو ممكن الواحد يقف معاه 10 اسئله بوم. ابعت وهنشرحه لك مره واثنين وثلاثه من خلال التليجرام اللي هننزل لك تفاصيله، علشان يبقى الدنيا انتوا اتبسطتوا منها فمكملين بيها. فويس نوت ورايحه جايه وقلوب رايحه جايه والجو الهمبكه ده يعني. فتيم محترم جدا. دكتور انا بحل من مصادر اخرى. هو انتم من الناس لما بننزل نقول بقى لا لا لا، ايه المصادر اللي بتحلوا منها؟ ده مش شغل الدكتور. لا مش احنا حبيبي، تقريبا انت جيت في مكان غلط. بس احنا بنستقبل كل الاسئله من اي مصدر، لان احنا يفرحنا ان نلاقي حد من الجيل العسل ده اللي انا مآمن بقدراته، بس هو في حته المذاكره يعني بلش انه يعمل اكسترا افورت. بتحل من كتاب، بتحل جاي شفت سؤال على النت، سؤال من ملازم اجلاء اخرين وواحد صاحبك تاني، فانت عايز تشير معانا لان دخلتوا في ديبيت وبتتخانقوا مع بعض. ابعت يا باشا، احنا ما بنرفضش اسئله ولا اي مصادر. الحاجه الثالثه بقى، وده هتفرح قلوبكم، الفولو اب تيم. شفت كومنتات كتير منكم برضو. دكتور احنا عايزين نحسن المتابعه بصراحه شويتين، عايزين ناس تكلمنا، يعني بلاش كل حاجه الكترونيك. ليه؟ لان ولي الامر، طبعا ولي الامر انت هتنبسط. تعال حضرتك متعود ان كل شويه الموضوع اس ام اس بيجي لك. طبعا حضرتك درجه الكويز، بيجي لك درجه الواجب، دخل الحصه ولا ما دخلش، حاجات اللي هي الاس ام اس على الموبايلات والكلام اللازم منه. بس احنا عايزين ناس تبلغنا تليفونيا، تطمنا على الولد، تقول لي اشد على الولد، الواد بيشتغلني، الكلام ده كله. فالفولو اب تيم يا ولاد هيشتغل على قطاعين: واحد الطلبه،
هنتابعك بتليفونات شبه اسبوعيه، حد اقصى اسبوعين عشان ما بنبيعش بقى الهوا في ازايز. بنتابعك وصلت لفين، مشاكلك ايه، نلم دايما منك فيدباكس، والفيدباكس دي بتوصل لي على طول اخر الاسبوع، فانا ابديت وهطلع لك في ريلز والكلام ده كله. والكوميونتي عايزكم تبقوا في الكوميونتي كتير قوي كده، هطلع اقول لك وصل لي 1 2 3 وافضح على الهوا. انا راجل صريح شويه، فبشارك الانترنال مع الطلبه واولياء الامور. انا شايف دي بوزيتيف بوينت، انت شايفها وحشه، ده رايك ويحترم. فهنتابع الطالب ونتابع مين؟ ولي الامر. فده هيكون فيها تطور كبير جدا 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 بشكل بصراحه وعد هيبسطكم. شايف الخدمات؟ انا ريزورت. خد بقى الريزورت بقى عشان الحركه والحلاوه. هذا الجيل طبعا بيعاني انه لا يعرف يخطط، وبيزنق نفسه، وبيجي في الوقت بدل الضايع، وعنده مشاكل في البيت، وعنده مشاكل من البلاوي اللي بيشوفها حواليه ومصايب، فبيحب ان هو عايز ياخد نصيحه حد. فهم عندك طريقتين، يا اما حضرتك بتفضل تنزل البوستات الحمضانه على الجروبات المأجوره وبتاخد اي بلش من واحد صاحبك. انا مش عارف يعني مش فاهم المنطق في الكلام. يعني واحد في سنك بيعاني من حاجات برضو نفس اللي انت بتعانيها، فبتروح تسأله، يعني اكيد مش هتاخد ادفايس قويه، صح؟ اسأل الاكبر منك. فاحنا عملنا لك تيم دعم نفسي. دعم النفسي ده لو عندك مشكله، عايز اظبط جدول، يا جماعه الحقونا، يا جدعان انا راكمت، طب الحقوني، طب كذا، طب انا مش قادر، طب اظبط الكلاس شيت ازاي، بتشتغلوا مع جوزيف عادل ده ازاي، الدنيا ايه، كل ده احنا هنجاوبك عليه. تمام؟ فاعتقد ده قطاع هيبقى قريب، وناس كده جميله تفتح النفس، مش اللي هو عارف اللي هو الو مين معايا، تيم دكتور جوزيف عادل بيرد، لا 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 مش انا صرف. ناس بتكلمك شياكه، الدنيا تبقى حلوه، ناخد وندي كده، بس طبعا نراعي الوقت، مش هنقعد يعني في التليفون ساعه يعني. حد عايز حاجه تانية؟ تكنيكال، ساينتفك تيم، فولو اب تيم، طلبه وولي امر، دعم نفسي وحركه وحلاوه. اعتقد انا من حقي اطلب شغل جامد طالما هوفر لك ده. صح ولا انا غلطان؟ تمام. دي البوينت بتاعت الخدمات بتاعت الطالب. بوينت كمان احنا دكتوره سمعنا عن حضرتك كده الامتحانات، طبعا حضرتك يعني بتزقط لما تسقط العيال والامتحانات شديده والدنيا رزع، ده صح ولا غلط؟ ونظام امتحاناتنا ايه بقى واحنا طلبه اونلاين، هنمتحن ازاي؟ اسمع، ولا في بدايه كل حصه في امتحان على الحصه السابقه وتراكمي. يعني انا دلوقتي وصلت الليكتشر 4 شابتر 1، حلو، همتحن طبعا اساسي على ليكتشر 3. امتحاننا كام سؤال؟ 20 سؤال ام سي كيو. اكيد 15 منهم على محتوى المحاضره اللي فاتت، 5 منهم تراكمي عشان ما ننساش القديم، ونقدر نعمل اسئله ايه اللي احنا متميزين بيها، انت تعرفها من تانية ثانوي يعني، بس شوف في جراف ثالثه تفصيلي تربيتي، نربط كل حاجه. واعتقد 26 امتحان دور اول ابدع في تركيب وتعقيد السؤال. كل الافكار كانت موجوده، وبدليل النتائج الزوفه. انت شايف كله 59 60 زوفه. وما عملوها ازاي؟ ما هو حبيبي في ناس شاطره وفي ناس اشتغلت صح، فبالنسبه لها كان تحدي الوقت قدروا يتغلبوا عليه، ولكن المجمل العام كان قاسي على الشعب بصراحه. فاحنا نيجي لتفصيل تربيتي وشفنا نموذج وزاري دولي واللي احنا شغالين كل سنه ونتهاجم عليه ونيجي نوقعه، ولا نسترس عليه؟ انا شايف ان احنا نسترس عليه ولي الامر ويا طالب يا لوكس. فهيبقى في بدايه الحصه الكويز بتاعك، وطبعا مع انتهاء كل شابتر شامل نووي ذري، يعني برعايه تذاكر مجاني لحبايب الدور الثاني سنتر واونلاين. ده الامتحان المكيفه اللي منها بتتعلم. هتقعد تبص على درجات وازاي اجيب معاه كده؟ لا يا حبيبي، انا عايزك ساعتها تكون بتحاول اقصى مجهود تعمله، وبتتعلم من اخطائك لما ينزل له فيديو تحليل انا اللي بصوره لكل سؤال عشان تتعلم منه. فده نظام الامتحانات. طيب انا برجو طلب لغايه ما ننظمها لكم يعني. بص يا اولاد، ما مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس هو سكه ودغري. هنفضل نمتحن على المنصه كتير. هتلبس في اخر السنه بمنتهى الامانه. انت لو ما جربتش رهبه اللجنه وانك تنزل على الارض وتشوف مراقبين رخمين، وتنزل تشوف زمايلك وتقعد تبص وتضيع الوقت في شرب الميه والكلام ده، لا يعني تعمل التجربه دي اول يوم امتحان الثانويه العامه الرسمي. بصراحه العيال بتخيش. انا اعرف عيال
شاطره جدا 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 اونلاين، موس درجاتهم على المنصه في الاعوام السابقه سوبر تربو. ده مستريح، هو مدير علمي مستريح، اخر السنه 35 من 60. ليه؟ نسمع بقى الاسئله عارفها كلها يا ابني. طب بالوقت قشطه، كل ده مش مشكله. ايه المشكله؟ انا دخلت اللجنه من هنا اتوترت من هنا، خلاص ما عرفتش، كل اسئله شبه بعض، مش عارف ادب قلم. طب انت يا حبيبي امتحنت اي شامل حتى مع حد موجود عندك في المحافظه في اي سنتر؟ لا لاغي، انا قاعد في البيت وقافل، ما ينفعش. فعشان خاطر يا اولاد طلبه الاونلاين، نفسي تشارك في الامتحانات الشوامل على الارض. بصراحه انا هبقى لين معاك في الاول، بس لما نمشي في السنه قدام هجبرك تنزل، وانا عليا اوفر لك لجان ناحيتك. يعني طلابنا حبايبنا ملوك الارض، طلاب اسكندريه مثلا هنجيلك هتمتحن غصب عنك، طلاب الغردقه هنجيلك هتمتحن غصب عنك، اكس اكس اكس. نحاول نديك على الاقل مره مرتين في السنه رهبه اللجنه. خلي بالك، عشان انا شايف دي من مساوئ الاونلاين بصراحه. لو اعتمد الطالب قاعده مريحه، تكييفه، كتب قصاده، عمال مشاريب ولا كانه على القهوه، وشويه شويه بقى اللي مش عارف ايه ولا ايه ده مش امتحان يا باشا، ده اسمه ايه؟ بلج. فده نظام الامتحانات بتاعنا. البوينت برضو اللي اتسالت كتير قوي وده انا رديت عليها فهختصرها، هو احنا هنشتغل من ايه بقى؟ هنجيب كام كتاب خارجي؟ حضرتك بتحل كام كتاب؟ كام كتاب؟ انا قلت الملازم بتاعتنا يا حبيب قلبي دي شامله كل حاجه، وفي فيديو مخصص للملازم بتاعتنا عامله ازاي. بس كنبذه، عندك ملزمه شرح، ملزمه بتكلمك بقى، يعني شرح الرسمي والفرانكو تحتيها. بص يا لوكس، اول لما يسالك على كذا كذا عايزك زي اللوري، زي المطرش، زي المرزبه، تعمل 1 2 3. دي الملزمه، ده اللي مكتوب في الملزمه. 2 الكتيب الجميل، فكره وتطبيق، concepts and applications. الجامبو لورد، الدشمله، كواليتي اند كوانتيتي، عشان الناس برضو اللي تحب تصطاد، برافو عليكم كل سنه حمضانين. كوانتيتي بس يا عم، بس انت بس عشان مش قادر تحل اللي جوه فبنرميها كوانتيتي. كواليتي اند كوانتيتي، كلاس شيت اند هوم ورك. غيره انزل بالورك شوب بتاعت مراجعه الشابتر، ودي بنلم كل اسئله الوزاره بس، وزاري. غيره مفاجاه مدويه، هاي ليفل كويستشنز. نعمل لك امتحانين على الشابتر، كل امتحان بمواصفات وزاريه، بس الاسئله 26 دور اول و23 اول وتاني وتجريبي، زائد انا اسف هعلي. هتاخدها بقى، ده بيعقد ايه الافوره دي؟ از يو لايك، براحتك. بس انا قلت لك انا هشتغل شغل من نار بصراحه، لكن لما الكلام ده المفروض يتحرق قصادك ومن اول يوم، مش نحرقه لما تتزنق في المراجعات النهائيه دي. المفروض تقول لي شكرا، ده انت من اول يوم متدرب وعارف اللي فيها، وعارف كل المساوئ اللي ممكن تطلع من درس. ايه ده الدرس تافه، وجه حل. لا تعالى لي بس في الهاي ليفل هتشوف وجه حل لا هتحتاج منك جهد. وقلت لك كل المصادر، انا مش هاتق مصدر يا جماعه، فلو سمحتوا هنشتغل من كتابنا شافيه ووافيه. وانا بقول لك كلكم بتجربوا، احنا هنصيع، ما احنا عارفين اللي فيه. مش اول دايما شهر كل طلاب ثانويه عامه بتفضل تجرب، وهتشوف بنفسك، هتعرف ان الله حق. ماشي، حلو قوي. زي ما قلت لك الكتب بتاعتنا والاكواد متوفره في السنترز، هننزل لك البي دي اف بتاعها والبوك ستور بتاعنا واللينك بتاعه، والدفع الالكتروني للحصص. انظمه الدفع يا جماعه هذا العام عشان اقدر اتابعك، دي ركز في دي بالمتابعه اللي استفدت بيها. شراء الاكواد بالحصه، بالايه؟ بالحصه. يعني حضرتك جبت كود بتشغل بيه حصه، 5 اكواد، لان شابتر 1 مثلا 5 حصص، اشتريت ال5 اكواد ب5 حصص. لا يا دكتور احنا عايزين الباكجات والدلع وعايزين شابتر 1 ومجمع، لاغي. عارف ليه؟ علشان انا لو عملت الكلام ده كل الهمبكه اللي انا جاي اقولها دي هتبقى لاغي. لان لما اعمل لحضرتك الكورس زي ما حضراتكم بتستغلوا غلط، حضرتك طبعا اتفتح لك الكورس، لا بقى في 10 ايام تتقفل عليك والدنيا مفتوحه لك كلها وتقعد تقلب وتقعد تصور، مش هينفع يا اولاد، انا اسف. فحته الباكجز ده مش هنطبقها هذا العام ابدا. احنا شغالين كود للحصه تقدر تشتريه من اي سنتر، فعشان كده اقدر ارجع للكلام الحلو اللي انا بقوله يا باشا. لكن تقول لي الكورس وكده مش هنقدر يا ولي الامر نعمل كل ده. ما تطالبنيش بقى ساعتها احصائيات المشاهده، مفيش، ما هو كورس كامل.
ما تطالبنيش هو واقف فين بقى في الحصه، ما اعرفش، مش هينفع. فبناء على اللي استفدنا فيه لازم تكون بير لكتشر. ماشي يا اولاد؟ تمام. ده انظمه الدفع. نختم بقى هذا الفيديو. احنا فهمنا كل حاجه، وحضرتك تقريبا زعت اول حصه من غير ما تاخد بالك. شايف المجهود ده كله، وهتقعدوا تسالوا في الكومنتات قد كده، وانا اهو وانت اهو. بس السؤال، هنبدا امتى؟ بداياتنا ازاي؟ اتحرك ازاي بحماس البدايات؟ تعالى. اولا احنا ان شاء الله هنبدا الخطه كالاتي. ركز بقى في اخر حاجه. 1، حصه تاسيسيه هتبقى لمصر كلها على اليوتيوب، سواء طالب سنتر او طالب اونلاين. هينزل لك كورس تاسيسي نبتديها من الصفر، عشان احنا عارفين مهما كنت ايه انت بلش كيمستري يعني هقص. نبدا بقى من الاول، بس كلام مفيد، مش ههري بصراحه يا جماعه. السنه دي في التاسيسيه دكتور بص الاسئله. حضرتك منزل كورسات تاسيسيه و26 و25 و24 و23، وانت دايما بتعمل الحته دي، ويعني مايسترو في البوينت دي كل سنه. اروح اشوفها ولا اشوف بتاعت السنه دي؟ يا ابني الله يبارك لك، اللي في سنك بيتجوز ويفتح بيت. طب ما هي طالما دول هينفعوا، هعمل شغل ليه؟ ما اقضيها ساحل شرير لغايه ما نيجي بدايه السنه. صح ولا انا غلطان؟ ما هو اكيد هيبقى فيها ابديتس يا جدعان، اكيد هيكون لينا رؤيه جديده ليها. ما هي لو ما لهاش لازمه كنت هقول لك هنزل لك لينك التاسيس 26 وايه سوبر مطرش سوبر مطرش. بس عشان برؤيه جديده لهذا العام، فطبعا هتتابعوا 27 بعد اذنكم. طب والورق البي دي اف بتاعها سوبر الاجا اعلى تنسيق موجود في الديسكريبشن. اطبع ومتع عينيك باللي عاملينه. يعني ده هتبقى ايه؟ فرشه كده الملازم هتبقى شكلها ازاي. حلو. هتبقى عباره عن شرح بس. كلمه شرح دي انا كرهتها. انا لو عليا يا جماعه هلغي الشرح. يعني انا شويه مع قدام مع السنه هقول لك لغي الشرح. شرح حل، شرح حل. اعتقد بقت ايه؟ واصله. علشان حضرتك تمتحن على التاسيسيه. لا ليها امتحان على المنصه. هتمتحن حضرتك 30 سؤال من اولها تحدي الوقت يا بابا. لا 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 مش ههدى. 30 سؤال في 45 دقيقه. من اولها. دكتور ده شماله مع حضرتك بقى خلاص خلصنا. ده شماله من الاول لان انت فاهم ليه. امتحنت. طيب قشطه هنضرب الامتحان. لا دي بدايه، بلاش مش من اولها. النجاح للطالب علشان يتقبل معانا كطالب اونلاين، هي مش زريبه، هي بيترمي عليها الطلبه كده وطالما يلا بقيت انت بتاع اكواد يلا، ولا كانك بقيت بتاع كشك عمال تجمع كروت شحن فودافون واورنج. لا مش عندي. النجاح 20 من 30. وانا بصراحه زعلان من الدرجه دي، بس يعني برضو حنيه القلب. يعني 20 من 30. نجحت خلاص انت كده مؤهل لاول حصه. ما نجحتش هيقول لك عندك ري اكزام في نفس الكورس، هتمتحن امتحان. طب ما قشطه انا هسجل اجابات الامتحان الاولاني واخش اديها. 30 سؤال مختلفين. اوعى يالا، مش انا التاكتكس دي، مش انا يالا. 30 سؤال مختلفين والنجاح 20 من 30. سقطت بلوك. انا اسف بصراحه يعني. لان لما نقول حصه بيزكس هعلمك يعني ايه اليمنت، معلش ده معلومات الناس في الشارع عارفينها. عنصر والتوزيع واس اس بس دبس فدبس فدب والكلام العبيط ده، ومش عارفين يا جماعه، والاسئله في الحنين منه، ومش عارفين نجيب درجه في ده. طب اقنعني، امال منهج ثانويه عامه يا ابني هتقدر عليه؟ يبقى انت داخل بتهرج. وانا السنه دي بصراحه يا اولاد معلش يا ولي الامر، يعني هلعب ان احنا ناخد يعني كريم دولا كريم بصراحه. الكواليتي انا هلعب عليها قوي السنه دي. ما يهمنيش قوي في نهايه نظام الثانويه العامه في الجمهوريه ان تبقى اعداد زوفه، على قد ما يهمني ختامها يبقى واحنا بنختمها نبقى فرحانين بطلابنا زي ما احنا فرحانين الحمد لله باوائل الجمهوريه الثلاثه والدرجات الستينات وال59 وال58 زوفه في اصعب امتحان بشريه كيمستري. لا انا عايز اسيب اخر ملف لما يتقفل في ثانويه عامه يكون نتائجه مبهره تتكلم عليها جمهوريه. ده هيتطلب شغل جامد مني قوي، وانت 3 اضعاف، لان المدرس مش كل حاجه. انتوا عمالين تحملوا المدرسين كل حاجه. المدرس عامل لك ايه يا ابني؟ هو بيجتهد وبيديك تولز. مشكلتك انت هتقدر تستوعب قد ايه من التولز. كل ما الطالب يوسع مداركه ويستفيد اكتر واكتر، كل ما النتائج في الاخر تبقى مبهره. فاي بلاي فور كواليتي نوت كوانتيتي. الخطه واضحه لك. تاسيسيه، امتحان منصه لطلبه الاونلاين
30 سؤال في 45 دقيقة سقطت، يبقى ري اكزام 30 سؤال مختلفين سقطت لاغي، ويبقى انت جاهز على الحصة الأولانية. وختامها امتى بقى أول حصة يا دكتور بإذن الله؟ أول حصة إن شاء الله ليكتشر 1 شابتر 1 الترانزيشن إليمنتس، هيكون زي ما اتفقنا امتى؟ جاوب يوم يالا بوز. رجعت ايوه لاني في الحصه عادي، انت حسسني مش عارفني يعني. يوم السبت صح كده، اتفقنا الشرح وفكره وتطبيق السبت هيكون السبت 5/9/2026 بدايتنا. 5/9 تمام. ده احنا كده ان شاء الله بقى يا دكتور هنخلص في شهر 7. حبيبي لا انت غلطان، هخلص في لجان الدور الثاني شهر 8. الاسطوانه بقى الحمضانه بقى يا جدعان، عشان اللعب كده بحب اللعبه وانا فايق السنه دي. لا مش هنلحق، لا اصل لغايه امتحان الفيزياء بينزل حصه، وانا كنت امتحاني قبل الفيزياء اصلا بينزل. الكلام ده كله كذب حضرتك، كل حاجه مؤرخه على اليوتيوب تبص. انا الميعاد ده حاطين له خطه الدنيا لوكس. هخلص منهجي يالا السنه اللي فاتت يالا الوحيد اللي راجع المنهج 3 مرات يالا. خلصنا المنهج يوم 25/4 او 23/4. ابتديت الاسبوع اللي وراه كورس الدي دي تي فتاك اللي انتوا كلكم سمعت عنه وكنتوا مراقبين المشهد ما تحورش. خلصناه تفصيلي تربيتي بكل ما تحمله الكلمه، وراجل الدوله والفلاشه الحلال والتجميعات. قبل العربي اتبقى لنا 20 يوم نسكت، لا رحنا حلين ال10 استرشاديات الرزع اللي البلد كلها وقفت على رجل. تفصيلي تربيتي كل واحد في 4 ساعات، لان كنا بنعمل مراجعه من خلال الاسئله، مش بطلع بي وسي. استغلتها مراجعه نمبر 2 مع اول واحده دي دي تي، الثانيه استرشادي، الثالثه ما حدش كان متوقع الدفعه السنه اللي فاتت ان هعمل حاجه ليله الامتحان. عدنا المنهج بالفكره المبتكره، فكره وتطبيق، وكل حاجه مؤرخه تقدر حضرتك تشوفها. فان احنا نقول بقى ده كده وبيخلص متاخش. راجع التواريخ يا حبيبي، انت بس بتسمع لاخبار للاسف غلط، بس هتفضل تسمعها. عايز الصح اسمع مننا وشوف انت عايز تصدق ايه. فده فترة كافية وافية، مش حلو أبدا أبدأ معاك من الأول رزع واستنزفك وأرهقك. نيجي في الأيام اللي المفروض البيك بتاعنا كلنا يبقى في السماء تقول أنا مش قادر وتعبت وحرام عليك. لا طبعا. فما تقلقش من البوينت دي. وبرضو استجابة لأولياء الأمور بالذات في هذا الطلب، هنكون منزلين لك الفترة اللي جاية في فيديو خاص او بوست بقى، مش كل شويه فيديوهات انا ورمت، خطه زمنيه للمنهج كامل. شابتر 1 كل حصه يوم ايه، مراجعته امتى. شابتر 2 كل يوم مش عارف ليكتشر 1 شابتر 2 يومها ايه مش عارف ايه، لغايه ما نوصل للمراجعات النهائيه. فدي هيبقى البلان قصادك واضحه مؤرخه مظبوطه، انت ساعتها تقدر تشوف هتناسبك ولا لا. ومع العلم ان كل الكيمستري من المواد العلميه الثقيله يا اولاد من الاخر يعني، عشان بس لو سمعت اي حاجه، كلها بتخلص في رينج من 20/4 ل 25/4 بس. فالمواد العلميه مرهقه شويه يعني، ربنا يعينك ويعيننا. انا تعبت انا كده جاوبتك في كل حاجه يعني. فان شاء الله يكون عام موفق، عام مميز لطلبه الاونلاين. ان شاء الله يبقى طلبه جميله حلوه. اوعدك زي ما انت بتسمع وشفت بنفسك في تانية ثانوي وسمعت من طلبه ثالثه ان الراجل ده يعني ناخده مثال في التعب والاجتهاد واللي ما بيزهقش، والجمله المشهوره ما حد بقى يعني يقفل ويهد الكهرباء دي عليه، هو ده بيتخمد امتى. انا اوعدك ان هذا العام نكمل. ادعوا لنا بس بالصحه كده. بالعكس انا شايف ان انا هعلي في نظام الاونلاين جدا جدا جدا، والكلام هيبقى بالمقبول. ايوه يا دكتور بس في اسئله، لا مش وقته الفيديو ده، كفايه قوي عليه كده. الاسئله بقى مده الحصه والدنيا ده في فقره اسال الدكتور، وهكون مجاوبك بمنتهى الشفافيه علشان تبقى عارف راسك من رجليك. نتمنى التوفيق لدفعه 2027 ان شاء الله، دفعه هيش على ما فيش، وان شاء الله تطلع دفعه لوري ومرزبه. بس محتاجين يا اولاد نشتغل شغل جامد جدا 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 كلنا مع بعض، مدرس طالب ولي امر. فربنا معاكم ونشوفكم على خير في الحصه التاسيسيه باذن الله. خلص الكلام، مسك الختام. يلا سلام، باي باي.